معنوياته ويعوض الخسارتين اللي مني بيهم الاسبوعين اللي فاتوا الشرطه والجزيره. الاهلي عايز يدعم انتصاراته، كسب سبورتنج وسموحه على ملعبه، لكنه لسه لم يلاقي المباريات الصعبه مع الزمالك والاتحاد والجزيره والشرطه. لكن بقول ان النهارده الاهلي برضه عايز يستعيد نفسه ويستعيد ازمه الثقه اللي مر بيها بعد اللقاء الجميل اللي عمله مع الجزيره في بدايه الموسم، واللي فاز على الجزيره فيه 17 بونت، وكلنا توقعنا ان الاهلي ينافس، لكننا فوجئنا في نهايه الدوري المرتبط بلقاءات مخيبه للطموحات والامال بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. فالاهلي عايز يستعيد الثقه دي تاني ويخش في المنافسه من جديد كحصان من ضمن الحصان الجامح في بطولة دوري السوبر. حتى لا يتكرر مأساة الموسم الماضي، الأهلي هل تعلم من درس الموسم الماضي؟ الأهلي منذ فترة كبيرة جدا يطلع من الستة الكبار أو الأربعة الكبار، الأهلي يبعد الستة الكبار كانت صعبة جدا. هل الأهلي استوعب الدرس بتاع الموسم الماضي؟ كان درس قاسي؟ طبعا هو كان درس قاسي جدا، ليس للأهلي فقط ولكن لجميع الأندية اللي بتشارك في المنافسات. السنه دي نظام البطوله ما بيتيحش بستة بقى كمان دورات مجمعه، ده هو 4 بس دورات مجمعه، فاذا خرج بره الاربعه يعني ممكن الخامس هيبقى خرج بره الدورات المجمعه، يلعب بقى من الخامس للثامن. هذه المسابقه هذا الموسم بنظام جديد، فهيبقى فيها